مساء الخير. المرة دي بقى بما ان احنا بالليل والجو تلج، يعني زي ما انتم شايفين لابس تقريبا بطانية في البيت. قررت ان انا احكي لكم على ازاي ان انا جيت كندا، لان في ناس كتير بتسألني على نفس الموضوع. فبما ان الجو مش مناسب للخروج، فهنتكلم ازاي انا جيت كندا. اخر مرة قلت لكم في الموضوع ده، يعني قلت لكم ان الواحد اول ما خلص كلية رحت على السفارة الكندية عشان اسأل عن الورق ومش عارف ايه. والراجل هناك شجعني، قال لي تتعلم انجليزي ومش عارف ايه وتاخد خبرة وتبعت كل حاجة عن طريق الانترنت. فبعد 5 سنين كده ولا حاجة كنت خلاص بقى بشتغل في مصر وكل حاجة تمام. أنا أصلا من اسكندرية، فكنت بشتغل في اسكندرية والأمور تمام. كنت قاعد مع 2 صحابي كده بالصدفة بنشرب قهوة، كنت فاكر كان في ستاربكس في اسكندرية على البحر. وكان جوه كمان مش بره في التراس اللي بره ده. فكنا بنتكلم، فواحد صاحبي قال لي ده أنا عملت الموضوع ده يعني كذا مرة. كذا مرة يعني ايه كذا مرة؟ يعني استغربت شوية، يعني ايه كذا مرة عمرها ما جت يعني. فطلع بقى ان هو ايه، فعلا ان هو كان عمل الموضوع كذا مرة وكان بيروح للمكاتب دي. فانا يعني دايما ما بفضلش المكاتب دي الحقيقة. فالمكاتب دي بتطلع كانت بتطلع بتنصب على اخونا. يعني فاخر مرة دي اللي هي بقى اول ما بنتكلم مع بعض، فقال لي ايه، انا هجرب اعملها بس بطريقة تانية. قلت له هتعمل ايه يعني؟ قال لي لا، انا هقدم انا بنفسي، مش هخلي حد يقدم لي ومش عارف ايه، يعني مش هروح المكاتب. فقلت له حلو قوي، خلاص انت بقى تقدم ونشوف لو جات لك انا هقدم بعدك. وكان معانا محمد صاحبنا برضو، قال ولو انتوا الاتنين اتقابلتوا، يعني عشان انا كانت فرص قبولي كانت اقل متهيألي واحد، لاني ما كنتش بتكلم فرنساوي خالص في الايام دي. فلو انتوا الاتنين اتقابلتوا انا كمان هقدم. يعني المسألة كانت يعني هزار يعني وضحك، بس انا كنت عارف جوايا ان انا نفسي اسافر يعني. المهم يا سيدي، صاحبي التاني ده قدم والحمد لله اتقبل ومش عارف ايه. وبرضه زي ما قلت لكم ان هو قدم، يعني هو قدم بنفسه ما راحش المكاتب يعني. المرتين او ال3 مرات اللي هو قدم مع مكاتب الحكايه ما كانتش بتمشي يعني. فقرر ان هو يقدم بنفسه ومشيت الحكايه. انا بقى عملت ايه؟ انا دخلت على السايت اللي هو زي ممكن تكتب السايت الرسمي، يعني الاوفيشال سايت بتاع الهجرة لكيبك وكندا. فتكتب على الجوجل اوفيشال سايت فور كيبك immigration. ممكن اسيب لكم السايت بتاعه في اللينك تحت، يعني اسيب لكم اللينك. فقلت له نرجع بقى لموضوعنا تاني. فتكتب على الجوجل ومش عارف ايه وتدخل على السايت الاوفيشال بتاعه. كان السايت ساعتها، انا بكلمكم من 11 سنة، انا ما اعرفش ايه اللي حصل في الوقت حاليا، بس انا بكلمكم من 11 سنة. كان من 11 سنة النظام كان ان انت تدخل على السايت ده تعمل تيست، يقول لك مثلا سنك كام، وظيفتك ايه، معاك تعليم ايه، عندك اولاد ولا لا، متجوز، مش عارف ايه، بتعرف انجليزي، بتعرف فرنساوي، ويقول لك عديت ولا لا. فمتهيألي ان انا اول تيست عملته بالطريقه دي يعني، لا ما قال لي ان انت ما تعديش. ف ورحت عادت تيست تاني ومزود في الانجليزي، وانا ما كنتش اعرف حاجه في الفرنساوي. وحطيت نفسي في الفرنساوي ليفل 1 مثلا، هم كانوا مثلا 5 ليفل، انا حطيت نفسي ليفل 1. يعني كنت بجرب يعني اشوف ايه اللي هينفع او ايه اللي انا محتاجه عشان ازوده يعني. فبعد ما عملت كده قال لي اوكي. فقلت خلاص يبقى الانجليزي تمام، نحسنه شويه. وبعد كده رحت بدات الكورسات الفرنساوي عشان ابدا بقى في ان انا يكون عندي حقيقي يعني على ارض الواقع ليفل 1 ده، يعني اللي هو تقول اسمك ايه ومش عارف ايه وعندك كام سنه وبتتكلم ايه اللغه الام بتاعتك وموجود فين وبتشتغل ايه، الحاجات البسيطه دي يعني هي ليفل 1. وبعدين رحت المركز الثقافي الفرنسي عشان اتعلم فرنساوي ساعتها. وكان في حاجات بقى لطيفة بتحصل في السكة، زي مثلا ان انت تلاقي ناس بياخدوا معاك كورسات فرنساوي مثلا وهم اوريدي اتقبلوا
في الإيميجريشن ومش عارف إيه. أنا كنت فاكر ساعتها كان كل الناس بقى تجري عليهم وتسألهم عملتوا كده إزاي ومش عارف إيه، كانت حاجات لطيفة يعني. بس أنا ما كنتش الحقيقة من الناس دي اللي كانت بتجري عليهم يعني. أنا كنت حاسس إن أنا بعمل المظبوط وخلاص يعني. المهم قعدت بقى اتعلم فرنساوي وحاجات من كده، وبعدين قدمت على الايميجريشن. ازاي كنا بنقدم ساعتها؟ كان بيقول لك تعمل السايت ومش عارف ايه، ساعتها كان كده يعني. وبعدين بتختار مثلا البلد بتاعتك، فيقول لك البلد بتاعتك لها مكتب مثلا في المكان الفلاني، ادي عنوان المكتب وادي الورق اللي انت لازم تبعته. الورق ده طبعا كله بالعربي عندي في الوقت ده، فكنت لازم اروح لمترجم معتمد عشان اروح اترجم الورق. فكنت بنزل بعد الشغل دايما اروح اترجم الورق عنده لحد الفيش والتشبيه والحاجات من كده، وبعت الورق المطلوب. الورق المطلوب هيبقى ايه يعني؟ شهادة ميلاد، شهادة الثانوية العامة، القيد العائلي، كان ايه تاني؟ كنت بعت لهم شهادات ان انا باخد فرنساوي مثلا في المكان الفلاني، ان انا عملت انجليزي في المكان الفلاني. اياميها الايلتس والامتحانات اللي هم بقوا عاوزينها دلوقتي دي ما كانش حاجه هم يعني ما كانش ورق انت بتقدمه ولا حاجه. انا قدمت الورق كده عادي وهو اتقبل زي ما هو الحقيقه يعني. وبعدين في كل الأثناء دي أنا كنت باخد فرنساوي في المركز الثقافي الفرنسي، وكنت بكمل يعني. أول مقابلة جات لي أنا فاكر كويس كان في القاهرة. الحمد لله إن أنا ما روحتش، كان في ناس أياميها بتروح لبنان أفتكر عشان تعمل مقابلات، بس أنا كان حظي كويس يعني عملتها في القاهرة. وما كنتش بعرف فرنساوي كويس، فقلت لهم اول ما اعرفش السؤال فهحول للانجليزي على طول، والست كانت متفاهمه يعني وكده. مش عاوز اطول عليكم يعني، هي دي الخلاصه بتاعت الموضوع بتاعي. جايز ممكن مره تانية اقوله بالتفاصيل اكتر من كده، بس النهارده بس كنت عاوز يعني ان انا اقول لكم باي باي، وان انا نفضل على تواصل دايما كل اسبوع. لو عجبكم الفيديو او عاوزين تعرفوا تفاصيل اكتر اعملوا لايك وشير وسبسكريبشن، ولو عندكم اسئله سيبولي الاسئله في الكومنتس وانا باذن الله ارد عليها. ميرسي جدا واشوفكم قريب. باي باي.